بعد كده هننتقل للشق الثاني من فريق التسويق واللي هو مختص بالميديا. هيجي عندنا اول حاجة واللي هو كاتب المحتوى. كاتب المحتوى هو الشخص اللي بيبتدي يكتب المحتوى اللي احنا هنبتدي ان احنا نعرضه، سواء المحتوى دوت هيكون بوست كتابي على السوشيال ميديا، المحتوى دوت هيكون سكريبت حد هيكلمه في فيديو، المحتوى دوت هيكون فويس اوفر هيتسجل للاعلان، المحتوى دوت هيكون قصة هيتم سردها عن البراند او عن الاعلان. فاذا من هنا ان كاتب المحتوى هو اللي مسؤول عن تنسيق او تحويل الخطة لكلام يتعمل فيديو او بوست او فويس اوفر او قصة. من مهارات كاتب المحتوى لازم يكون عنده فكر ابداعي، لازم يكون عنده تخيل، لازم يكون بيحب القراءة، لازم يكون بيحب الكتابة، بيعرف يكتب، بيعرف ينسق الكلام، بيعرف في اللغة العربية بشكل كويس، عارف اساسيات التسويق، عارف ازاي يدرس الشريحة اللي هيبتدي يخاطبها بالمحتوى علشان يكتب محتوى يخاطب شريحة ويوصل للشريحة دي بعقلها وقلبها ومشاعرها. فلازم من هنا يكون عارف اساسيات التسويق وعارف ازاي يدرس الشريحة دي ويحللها عشان يقدر من هنا يكتب المحتوى اللي يخاطب الشريحة دي. كاتب المحتوى من مهمته تحويل اي فكرة نص او سكريبت هيتم تنفيذه، سواء فيديو او تصميم او محتوى مكتوب على الصور على السوشيال ميديا او فويس اوفر هيتقال في الاعلان.